بُص يا صاحبي، أنا في حاجة بصراحة كنت مخبّيها عليك، بس كان لازم أقولها لك. أنت مُغفّل، بس خلّيني أقول لك إن أنا كمان مشاركك في التغفيلة دي. عادي أنت مش لوحدك، أنا وأنت ما عندناش وعي. يعني مثلًا ما تقعدش تقنعني إننا بنشوف reels بالساعات ومش مغفّلين. يعني أنا كان ممكن أخلّص كورس كامل لو قعدنا عليه ساعتين، مش هاقول لك بقى 4 والّا 5 ساعات زي ما بنعمل في اليوم العادي. بس عارف إحنا مغفّلين عن إيه أكبر؟ الوقت. والله زي ما باقول لك. يعني أنا فاهم إنّك عارف إنّك بتضيّع وقتك، وإنّك كان ممكن تعمل وتسوّي فيه وكل الكلام اللي بنسمعه ده. بس بصراحة أنا مش عايز أقول لك الكلمتين الكليشيه دول، أنا عايز أضيف لك حاجة جديدة. هوه. الحياة فيها حاجات كتيرة أوي، وطبيعي مش مطالب منّك تفهمهم كلّهم، بس في حاجات أساسية لازم تكون واعي عنها. طَب أنا عمّال أقول لك وعي، 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 الكلمة اللي هي مش مفهومة دي. تعالَ نتخيّل إنّك شغّال في سوبر ماركت، ودخل عندك شخص يسألك: "السلام عليكم، بكام الكيكة دي؟" فأنت قُلت له ب10 جنيه. كده أنت عندك وعي عن المنتج ده، إنها مثلًا كيكة وتمنها 10 جنيه. هل ده بقى كل الوعي إن هي عبارة عن كيكة وبس، هي اتوجدت كيكة؟ هنا بقى محتاج وعي أكبر عشان تعرف إن الكيكة دي أساسًا أصلها بيض ودقيق ومحسنات. يعني الوعي هو فهمك وعلمك عن حاجة معينة بشكل سطحي أو بشكل عميق، ومش شرط يكون في كل حاجة طبعًا زي ما قلت. يلي عارف كل شيء واكسك، يلي ظالم في الحياة نفسك. طب أنت دلوقتي بتقول لي إن أنا مغفل، المفروض أكون واعي ليه أصلًا؟ وليه عن الوقت بالتحديد؟ يلي بتلاقي الزمان عكسك. الوقت هو بداية انطلاق ووقوف كل حاجة. يعني أنت أول ما بتبدل العجلة بتمشي، أول ما بتوصّل الكهربا التلاجة بتشتغل، أول ما الوقت بيبدأ الحياة تبدأ معاه، وأول ما الوقت هيخلص الحياة هتخلص معاه بأمر الله سبحانه وتعالى طبعًا. فليه ما يكونش عندك علاقة حلوة بالوقت؟ يعني ليه المُحرِّك لكل أحداث الأرض ما تكونش أنت كسبانه؟ ليه ما تبقاش بتصنع قماش بدل ما أنت شغّال على الفاضي؟ يعني ليه ما تبقاش مُنتج بدل ما تكون مستهلك؟ أنا عايز أوسّع وعيك بس. أنا حاسس إن أنت عندك سؤال وده حقك، فما تتكسفش تقوله عادي، أنا هاجاوبك عليه. الإنسان ما يقدرش يعيش من غير متعة وترفيه، لازم يستمتع باليوم واللحظة. وده على فكرة وعي، إنك تكون فاهم إنك مش لازم تكون فاهم. أكبر دليل إنك فاهم صح، تعالَ بس في الأول كده قبل ما نتوه سوا نفُك الأسلاك دي. لو أنت في سباق وعدّيت المتسابق رقم 2، أنت هتكون في المركز الكام؟ نعم، صحيح، أنت في المركز التاني دلوقتي، لإنك أخدت مكانه. ده نفس اللي أنا قُلته. كونك فاهم إنك مش أكتر شخص عارف في شيء معيّن، بيدُل إنك شُفت ناس كتير أحسن منك وفاهمين أكتر، وإنك عارف إن في ناس بتعمل حاجات أنت شايفها صعبة بيعملوها بطريقة أسهل منك من زمان أوي. اوعى تغمض عينيك تقف بعيد وحيد، حاجات كتير حواليك بتناديك، ارسم ولو. يعني مثلًا فاكر فيلم بوشكاش لمّا قال لك الذكي اللي فاكر نَفْسه ذكي طلع أكبر غبي، والغبي اللي كان فاكر نَفْسه غبي طلع أكبر ذكي؟ ده في يا أخي فلاسفة اللي هم أيقونة الذكاء، بيقول لك أنا كل ما أعرف أكتر أتأكد قد إيه أنا ما أعرفش أكتر. وهي دي الحياة في العموم، لإننا ما أوتينا من العلم إلا قليلًا. ساب وليه تنربط، يلي في ظهرك جناح. طيب يا سيدي، لو اتكلمنا في لازم نبقى واعيين عن إيه بالضبط غير الوقت اللي أنا حكيت لك عليه، هناخد وقت كتير أوي للصبح. يمكن في عالم موازي آخر نكون بنتكلم فيه دلوقتي أنا وأنت، بس خلّيني أدّيك بوصلة تتوجه بيها. أبويا ربنا يخلّيه لي علّمني حاجة اسمها الغرابيل ال3 عن قصة منسوبة لسقراط. غربال يعني مصفى، تمام؟ خلّي دي في ذهنك. طيب أول غربال هو غربال حقيقة، هل الكلام ده حقيقي؟ تاني غربال، غربال الخير أو الحسن، هل الكلام ده خير والّا شر؟
واخر واحد هو غربال للمنفعه. ده كلام نافع ولا ملوش لازمه؟ لو الاجابات ايجابيه دوس يا معلم، ليه لا؟ لو سلبيه بلا، يبقى احسن لك تبعد ولا تسمع اصلا. اي حاجه محتاجه وعي، هل هتستفاد من المعلومه دي فانا اعرفها ويبقى عندي وعي عنها ولا لا؟ هل هي كلام كويس هيفيدني وهيبقى بيحببني في الحياه او بيحببني في الخير ولا لا؟ هل هو اصلا حقيقي ولا تاليفه كده؟ البوصلة ضاعت في المحيط، رسمت طريق من أول وجديد. يعني يا سيدي احنا كده قلنا ايه؟ عشان أنا تهت بس. الوقت مهم جدا زي ما قلت لك. لو مشينا على الغرابيل الثلاثه هنكسب وقت كبير من عدم الوعي والتفاهه اللي كان ممكن نتعرض لهم. هل الريلز وتضييع الوقت لفترات طويله قوي على الشورتس او الفيديوهات القصيره حقيقي؟ يعني هل الريلز دايما حقيقيه؟ مش دايما. هل فيها كلام مش مفيد؟ ده كتير جدا. هل فيها كلام مش كويس؟ ده هي تقريبا الريلز كلها مبنيه على الكلام اللي مش كويس. يبقى دي مضيعه وقت. ولكن احنا محتاجينها بصراحه. يعني خلينا نعترف اننا مدمنين وعقلنا بقى يعامل الريلز معامله البنات للشوكولاته. زمان لما يكون في حد متخانق مع خطيبته او والدته او اخته كان دايما يروح يجيب لها شوكولاته. دلوقتي خلاص اتعودوا على طعم الشوكولاته على طول، فما بقتش الحاجه اللي هم عايزينها عشان يرضوا الادمان عندهم او يرضوا ان هم يكونوا مبسوطين. وانا على فكره واحد منكم عادي. أنا عارف إن الكلام ممكن يبان كبير وإدمان وكلام، كلام، كلام، بس أنت لازم تحُط فعلًا حد لنفسك عشان تعرف الحاجة دي كويسة والّا لأ. طيب يا سيدي، وبعدين أخرج إزاي بقى وأبقى واعي إزاي؟ بُص يا سيدي، أول خطوات حل المشكلة زي ما قُلت لك الاعتراف بيها طبعًا. قوم اقف قدّام مراية وقُل أنا مدمن بكل ثقة عشان نبدأ رحلة العلاج. أول ما تعرف إنك مش لازم تبقى أحسن حد في التاريخ، وإن مش لازم تكون الأفضل في كل حاجة، هتبدأ تعامل نفسك معاملة أفضل، وتحب نفسك أكتر، وساعتها بس مش هتحتاج كمية الإشباع وملء الفراغ اللي بتاخد من اللاوعي، أو يعني زي ما بنقول التأليف في الريلز يعني. ساعتها بس مش هتحس إنك فارغ ومش لاقي حاجة تعملها ومرهق دايمًا. يعني أنا عايزك تخرج برّه وتكلم الناس وتقول لهم يا جدعان أنا شخص عادي جدًا، وشخصيتي عادية، وأنا مبسوط ومميز بكوني شخص عادي، لإن أنا واعي بكوني غير واعي. وأتوقع إن ده بوست كويس جدًا ليك ومقدار كفاية أوي تصنفر بيه دماغك لحد الصبح. تصبح على خير. نفض أي زعل أو هم عن هدومك، ارسم